السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب الأعزاء طلبة تالتة ثانوي الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب. معاكم دكتور يوسف أشرف، مدرس الفيزياء الثانوية العامة، بحل جميع كتب الفيزياء مجانا لطلبة اليوتيوب. طيب، طبعا أنا آسف والله على التأخير والغياب ده، والله إن شاء الله حل درس الدينامو وهنبدأ إن شاء الله نحل كتاب الدليل وكتاب الأزهار في الفيزياء. بس أنا والله كان عندي بس ظروف الفترة دي، فعشان كده مكنتش بنزل فيديوهات. بس احنا جالنا جيفت تانية غير الجيفت الاتنين الأولانية، ألا وهو كتاب البرهان أحياء مراجعة 2026 تاني. هي جت لنا مرة، جت لنا التاني من أستاذ ماجد. فأول حاجة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر. هو شكرا جدا على الهدية المتواضعة ديت. فتعالى نقول الكتاب فيه ايه. وأنا للأسف مش بتاع أحياء عشان أقيم المادة ديت، فأنا هقول لك الكتاب فيه ايه ومحتوياته ايه، عشان لو عايز تشتري الكتاب ده تقدر تشتريه يا صديقي العزيز بدري بدري، عشان تلحق تحل في الكتب بتاع المراجعة النهائية بتاعتك. تمام. طيب، ده ايه؟ ده كتاب ريفيو على كتاب البرهان مراجعة نهائية أحياء تالتة ثانوي. تمام. وأول حاجة، الهدية دي جاية لي بقالها كتير والله بصراحة، بس أنا اللي ما كنتش فاضي بالفعل إن أنا أعمل حتى ريفيو على الكتاب، أو حتى أشرح مثلا حل الدينامو أو حل الموتور أو حل أي حاجة. فبالتالي والله يعني أنا آسف طبعا. تمام. تعالى نعمل ريفيو على الكتاب. أول حاجة الكتاب ده كتاب الأحياء أهوت يا صديقي العزيز. ممكن نفتح كده. تمام، ركز بقى معانا يا صديقي العزيز عشان نعمل ايه؟ ريفيو على المحتويات بتاع الكتاب بتاعنا. الكتاب بتاعنا أول حاجة هو عبارة عن ادي 3، ادي 4، ادي 5 أجزاء. طبعا أول جزء ده النوتس طبعا، النوتس طبعا زي اللي موجودة في كتاب الفيزياء بالظبط كده. ده إيه؟ لو عايز تكتب ملاحظات انت عملت ايه المواعيد بتاعتك والكلام دي كلها. تمام. طيب ديت ممكن تنفعك شويتين. تمام. احنا قلنا الكتاب عبارة عن 4 أجزاء. دي ده أول جزء. طبعا أول جزء ده الكتاب بتاع جيولوجيا وعلوم الأرض. تمام. تمام، ده الكتاب بتاعك أهو. الكتاب ده هل هو عبارة عن شرح ولا حل؟ تعال نشوف. الكتاب ده بيراجع لك العلاقات اللي انت خدتها في المنهج، سواء في الفصل الأول في الأسينوسفير أو في الجزء الأول كله بتاع العمق والكثافة. وبمعنى صح، هو بيراجع لك العلاقات اللي في المنهج بتاعتك كلها. يعني هو ده مثلا علاقات الباب الأولاني، وده علاقات الباب التاني، ده وده علاقات الباب التالت. يعني هو جايب لك علاقات الفصول اللي عندك كلها. تمام. فدي حاجة كويسة بصراحة. ماشي، ده كده بالنسبة للعلاقات البيانية. دخلنا على الجزء التاني. جايب لك أسئلة على إيه بالظبط بقى؟ أسئلة على الدروس تقريبا. أو أول حاجة هو بيقول لك ديت الأسئلة اللي جايبها، هو تقريبا جايبها شوامل على المنهج كله تقريبا على حد ما أعتقد. لا، دي أسئلة على الدرس الأول بس. صح، مكونات كوكب الأرض والشحن واللب الداخلي والخارجي والقشرة والكلام ده كله. صح، فدي أسئلة على الدرس الأول بس. خلصت الدرس الأول، قام جاب لك أسئلة على الدرس التاني بس، اللي هو التركيب جيولوجيا، اللي هو الفوالق والطيات والحاجات دي كلها اهوت. الله يرحم الايام دي والله العظيم. بعدين دخلك على الدرس الثالث الا وهو المعادن. تقريبا دي درس ولا فصل الله اعلم بقى، بس هو يا صديقي. وتقريبا جايب لك على الدرس الواحد 28 سؤال تقريبا، وفي اسئله مقاليه، سؤالين مقالي. ودخلنا على الخواص الفيزيائيه بتاع المعدن والمكسر والمخدش والكلام ده كله، هو نفس الكلام. جايب لك عليها 28 سؤال. يبقى كل درس هو جايب لك عليه 28 سؤال وجايب لك عليه سؤالين مقالي. تمام. ده الجزء بتاع الجيولوجيا. وعلى فكرة جودة الورقة والله، لا حرفيا مصروف عليها، متكلف عليها جدا، وجودة ورقة كويسة جدا بصراحة. تمام. واحنا كده خلصنا جيولوجيا. فهو قام جايب لك ايه؟ قام جايب لك الامتحانات بتاع ثانوية عامة السنين اللي فاتت. امتحان دور تاني 21، ولو خلصت ده مثلا هتلاقيه امتحان دور أول 22، ولو خلصت ده مثلا هتلاقيه جايب لك امتحان دور تاني 22. وبعدين طبعا هو جايب لك الأسئلة اللي جت في الامتحان ده على الفصل مثلا الأول أو الفصل التاني أو الفصل التالت وهكذا. تمام. وعامل كده في كل فصل. أو مثلا دخلت على، جايب لك الامتحان تجريبي 23، وبعدين لو دخلت على، جايب لك امتحان دور أول 23، وبعدين دور تاني 23، وبعدين جاب لك دور أول 24. تمام. يبقى هو بيجيب لك إيه؟ بيجيب لك الامتحانات اللي جت في الدور الأول أو الدور التاني على الفصل معين، على الفصل الأول أو الفصل التاني أو الفصل التالت. وهنا جايبها الفصل الأول والفصل التاني أهو. تمام. وده امتحان دور تاني 24. فدي حاجة كويسة. وهنا سايب لك مذكرات. يبقى ده الجزء الأول، الجزء بتاع الجيولوجيا. تمام. يبقى كده احنا خلصنا جزئين، الكراسة اللي هو جايبها لك النوتس الهدية، والجزء بتاع الجيولوجيا. طيب
الجزء الثالث. وعارفين الكتاب شكله بصراحة مبهج جدا بصراحة جدا، وعجبني. والكتاب ده طبعا فيه طبعا رسومات البيانية بتاع الأجهزة كلها، أو بتاع الدروس كلها. طيب الجزء ده طبعا أول حاجة ده كتاب المراجعة النهائية، ده الجزء الثالث اللي فيه امتحانات شاملة زي ما هو موضح كده بالظبط. الامتحانات الشاملة دي امتحانات شاملة على المنهج كله. عندك كام شامل؟ عندك يا صديقي بالظبط عندك طب اللهم صل على النبي 10 شوامل على المنهج كله. تمام. وواضح جدا للعمى حرفيا ان الجودة بتاع الصور واضحة جدا 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 جدا، فدي حاجة كويسة في الكتاب بصراحة. تمام. فحتى هنا يا صديقي العزيز الشامل ده فيه كام سؤال مثلا؟ الشامل ده فيه اللهم صل على النبي. طبعا انا مش هقدر افتي في حاجه زي كده عشان ما اقولكش هو بيفتي في كيمياء وفيزياء واحياء، لا انا ما اقدرش افتي في حاجه زي كده، برغم ان المجال اصلا هو المجال الطبي اصلا، بس انا ما اقدرش افتي في حاجه زي كده عشان انا مش بدي ال الاحياء. بس انا بقول لك ان الكتاب فيه كذا. تمام. هنا الشامل الواحد عليه تقريبا اللهم صل على النبي عليه 44 سؤال وسؤالين مقالي زي امتحان اخر السنه تقريبا. تمام. وهو مش جايب لك شامل واحد بس، ده هو جايب لك بسم الله ما شاء الله 10 شوامل. تمام. حتى هو جاب لك لعبه الكوره كمان دخلها لك، هو تمزق الاربطه، الرباط الجانبي او الامامي او الخلفي. فاهمني؟ طيب دول الشوامل. ولو جيت بصيت كده في الاخر الكتاب كده، هل في اجابات للشوامل ديت؟ يا صديقي اهوت في اجابات اهوت للشوامل. الشامل هنا عندك الإجابات بس بتاع الاختياري، لكن لو جيت بصيت على المقالي هتلاقي المقالي تقريبا، لا دي مش الشوامل لسه، ده جزء تاني من الكتاب. لو جيت بصينا على الشوامل، عايزين بس نبص على الشوامل. ده الكتاب ده تقريبا، الكتاب ده لو جيت لاحظت كده الكتاب ده فيه الإجابات بتاع كل الكتب الباقية. هنا ده الجزء بتاع المراجعة بتاع الامتحانات كان موجود هنا، فده الإجابات بتاعته هي. وفي إجابات يعني يعني الكتاب ده فيه إجابات كل الكتب حرفيا. تمام. ومش مفسرة يعني هم جايب لك الإجابة بس مش مفسرة. طيب يبقى كده ده ده عبارة عن امتحانات شاملة. كام امتحان شامل؟ 10 امتحانات شاملة. تمام. طيب ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وده يا صديقي العزيز ده ده عبارة عن امتحانات الثانوية العامة السنين السابقة. يعني ده امتحانات شاملة، ده امتحانات السنين السابقة اللي جه 21 و22 و23 و24 وهكذا. ده امتحانات أحياء فقط تقريبا. تعال نشوف. دي في امتحانات الاستشهادية والامتحانات الثانوية العامة السنين السابقة. أو ده في إيه يا حبيب قلبي؟ في دور أول 22 يعني أول 22 والدور التاني امتحان التجريبي لحد فين؟ لحد يا صديقي الامتحان الشامل التاني في 25. وجاب لك الأسئلة بتاع الامتحانات الاسترشادية اللي جت في 25 عشان هما كانوا كتير قوي، كانوا ممكن يكونوا 12 نموذج في كل مادة أصلا. تمام. فالأسئلة يا صديقي العزيز أكثر من قطبية. الحاجات دي لسه عندكم؟ يا نهار أبيض يا جدعان. طيب ده بحمد ربنا إن الحاجات دي تاخدوها بالعربي، احنا عندنا بناخدها بالإنجليزي. يوترس، اندوميتريوم، يعني حرفيا يعني كليتوريز، حاجات كده ملهاش يعني، بس هتخليك بني آدم في الآخر بصراحة. تمام. بصراحة الكتاب بصراحة هو عاجبني جدا بصراحة. أنا لو رجعت ثانوية عامة تاني هشتريه والله. تمام. هو حرفيا في الكتاب ده في منافسين كمان، كتاب التفوق كتاب التميز، بس بصراحة الكتاب ده أنا أول مرة أشوفه بصراحة، أول مرة أسمع عنه. فأنا قررت من باب العلم بالشيء والله إن أنا سعيد والله، عشان الكتاب بصراحة ممتاز، الكتاب جميل جدا جدا جدا. ده الجزء الرابع تقريبا. ده الجزء الثالث هو ده الجزء الرابع. ده اخر بقى جزء اللي هو الجزء الخامس. ده عباره عن اختبارات على الفصول، يعني جايب كل فصل جايب لك عليه اختبار، يعني الفصل الاول عليه اختبار، الفصل الثاني عليه اختبار، وهكذا. او لو جينا بصينا مثلا على الفصل الاول اللي هو بتاع الدوام والحركه والكلام ده كله، صديقي جايب لك عليه اسئله. طب هو جايب اسئله بس جيولوجيا ولا احياء ولا الاثنين؟ تعال نشوف كده. هو جايب لك كام سؤال على الفصل الاولاني؟ جايب لك على الفصل الاول بس 28 سؤال، ودول احياء بس. طب تعال مثلا نخش على الفصل الثاني مثلا. الفصل الثاني جايب لك عليه نفس الكلام، جايب لك عليه 28 سؤال وسؤالين مقال. الفصل الثالث ده هو كده خلص الدعامة في الحركة، خلص الدعامة في النبات والدعامة في الحركة، وجايب لك عليهم امتحان شامل. تمام. الامتحان الشامل ده كام؟ الامتحان الشامل ده يا صديقي نفس الكلام، 28 سؤال وسؤالين مقال. يبقى هو اول حاجه جاب لك جاب لك اللهم صل على النبي، جاب لك على كل درس جاب لك على كل فصل بمعنى صح، جاب لك 28 سؤال عليه وسؤالين مقالي، وجاب لك امتحانين شاملين على الفصل كامل. تمام. ادي الامتحان الاول وده الامتحان الثاني. هل هو جايب امتحانات تانية؟ تعال نشوف. دخل على الفصل الثاني اللي هو التنسيق الهرموني بتاع الهرمونات والكلام ده كله بتاع البيتيوتري جلاند الغده الدرقيه. وبعدين يا صديقي جاب لك كام؟ نفس الكلام، 28 سؤال عليه وجاب لك سؤالين مقالي. ده التنسيق الهرموني. طيب ما هو في كمان حته اسمها تابع الغده الصماء بتاع الغده الجارات الدرقيه بتاع الباراثرمون اللي اللي بتفرز الباراثرمون.
طيب اهو جاب لك كام سؤال عليها؟ جاب لك يا صديقي اللهم صل على النبي، جاب لك 28 سؤال عليها وسؤالين مقال. نفس الكلام جاب لك امتحان شامل على الهرمونات كلها، ده الامتحان الاولاني، وبعدين جاب لك امتحان شامل على الهرمونات كلها تاني، ده الامتحان التاني، وهكذا. فالكتاب في المجمل بصراحة انا شايف ان هو كويس جدا بصراحة. طب استنى كده، يعني استنى كده اجرب حظي. طيب بيقول لك ادرس الشكل المقابل الذي يوضح احدى وسائل منع الحمل، ثم استنتج اي الاطوار تمنع الوسيله بالشكل انغماسها في الرحم. بص يا محترم، انت عندك، انا مش هفتي طبعا، بقول لك اللي انا خدته. انت عندك اللولب ده، اول حاجه هو مش بيمنع الاخصاب، مش بيمنع الفرتلايزيشن، لا هو بيمنع حاجه اسمها الامبلمنتيشن في الاندوميتريوم. يعني ايه امبلمنتيشن؟ يعني بيمنع زرع البويضه المخصبه في بطانه الرحم. اول حاجه خلي بالك، بطانه الرحم يا حبيب قلبي دي الجنين بيجيله فيها الغذاء عن طريق الانتشار طبعا، او بيجيله الغذاء فيها من الام عن طريق اللهم صل على النبي، عن طريق الحبل السري، تمام. بس لازم الجنين يتزرع فوق هنا في الجزء العلوي من الرحم عشان يجيله غذاء، فبالتالي هو اللولب اصلا بيمنع الامبلمنتيشن للفيتس في الاندوميتريوم، يعني بيمنع غرس او زرع الجنين في بطانه الرحم. لو ما اتزرعش فوق يبقى كده خلاص، يبقى كده للاسف مش هيحصل حمل، فبالتالي الجنين هينزل من الفاجينا على طول، تمام. طيب هنا يا صديقي احنا قلنا بقى ايه من الاطوار اللي تمنع الوسيله ديت بقى. اي الاطوار التاليه تمنع الوسيله الموضحه بالشكل انغماسها في الرحم. طيب ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارف والله يا صديقي، بس هي تقريبا يعني الف دي يا صديقي معناه ان الجنين بتاعك بينمو، ويبقى هو بالتالي انغرس في المكان اللي هو المفروض ينغرس فيه، اللي هو بطانه الرحم، فبالتالي الف غلط. ب اي نعم، لا الجيم ديت لسه يا اسطى، يعني احنا لسه متفقين ان اللولب اللي هو الاي يو سي دي انترا يوتراين كونتراسبتيف ديفايس بيمنع، لازم نفلسف عليك بقى ما انا بعمل ايه بالكليه بتاعتي. يا اسطى اللولب مش بيمنع الاخصاب، هنا حصل اخصاب اهو، فبالتالي دي غلط، وبالتالي حتى ده الغلط، تمام. عشان انت بقى عندك توأم كده، عندك 2 بويضه مخصبه. طيب بالتالي الاجابه الصح اجابه رقم ب. هي لسه التوتيه لسه ما اتكونتش، لان الجنين ما اتغرسش في طنط الرحم. بس الله اعلم، الله بيني وبينك برضو ان مدرسين الاحياء اضرب حاجه زي كده، بس يعني. فطبعا دي هديه، يعني انا بشكره جدا عليها بصراحه. بصراحه الهديه جميله جدا وعجبتني، وان شاء الله انا زيك انا هذاكر احياء تاني، ثانويه عامه تاني، مش عشان خاطر الاديه والله الكلام ده خالص، عشان خاطر انت ما تبقاش احسن مني في معلومه، تمام. احنا بصراحه جالنا كتابين هديه احياء بصراحه. ده الكتاب الاولاني اللي هو النسخه بتاعه استاذ ماجد ذات نفسه، وده الكتاب التاني، يعني جالنا كتاب تاني هو، يعني لما جيت على كده مثلا ده كتاب الكيمياء، وجالنا كتاب احياء تاني هديه بصراحه. فاحنا بالتالي انا بصراحه مش محتاج واحد بس، محتاج التاني لاخويا بصراحه، عشان اخويا ثانويه عامه. فبالتالي الكتاب ده يا صديقي احنا قلنا هنوزعه للناس طبعا، اكتر طبعا الناس اللي فاتت ديت اشتركت في قناه يوتيوب، او ناس لسه هتشترك، هنختار واحد منهم وهننزل اسمه على الجروب ونشحنه له في اقرب وقت ممكن باذن رب كريم. بس يا صديقي تمام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صحه وسعاده وسلام، واقرب مني الى الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.